بنتكلم عن اغتيال علي عبد الله صالح. هذا معسكر جلال، وهذا معسكر منصور، وهذا معسكر محمد هادي ومعيني اللي هرم منه. هذا طبعا بعد هروب علي محسن أشار عليه أيمن الظواهري إنه يلجأ للسعودية ولجأ. هذا معسكر جلال، وهذا معسكر منصور، وهذا معسكر محمد هادي، وكان في معين، بس لما أنا جيت هذا المعسكر معين شرد من هذا المعسكر، ترك في الجبهات. هذا المعسكر أسسه علي ناصر، والذي أخوه توفي في الصالة الكبرى، ابن أخت جبريل، كان ماسك معسكر ومبلغهم ما تطلع كبيرة ولا صغيرة إلا بإذنه، ابن أخت جبريل ولد يحيى محمد محسن. فلما الظواهري أشار على علي محسن إنه يلجأ للسعودية، الظواهري استلم هذا المركز بما فيه، وسلموه علي ناصر. تحرك الظواهري وناس من نفس المعسكر هذا جنوبا، هذا سبب اغتيال علي عبد الله صالح. تحرك أيمن الظواهري ومجموعة من العسكر، أنا معاهم، ما هو فلان ولا علان، قال أنا معاهم وراكب في نفس الطقم اللي فيه أيمن الظواهري، راكب في الحوض في الطقم اللي فيه نفس أيمن الظواهري. أيمن الظواهري في الغمارة وإحنا في الحوض مع القوم، أنا راكب. فاتجهوا جنوب، ناس اتجهوا مع الظواهري وولد علي محمد محسن اللي قتلوه زملاء، حتى وصلوا هذه المنطقة. أنا راكب معاهم في الحوض، في نفس الحوض في الطقم الذي فيه أيمن الظواهر. طلعوا من جنوب صنعاء ومن تقابلوها. حصل نقاش وحصل اشتباك. اشتبكوا مع من في هذه المنطقة؟ مع أخو زوجة حميد، مع أخو زوجة الشيخ حميد من الرضاعة. وفي نفس الوقت أخو زوجة علي محمد محسن اشتبكوا في هذا المكان. وصل الخبر لصقر. صقر هذا أخو زوجة حميد من الرضاعة. تحرك لهذا المكان
نهى فصل ما بين الجماعة ولا باسمه، وانتهى الاشتباك. رجع أيمن الظواهري والأفراد علي ناصر اللي معه، ومعاهم ابن يحيى محمد محسن. أنا رجعت في نفس الطقم اللي فيه أيمن الظواهري. أيمن الظواهري في الغمارة وأنا في الحوض مع القوم، ما حد يدري يعني. رجعنا لهذا المعسكر. هذه بداية سبب اغتيال علي عبد الله صالح. رجعوا هذولا غرب صنعاء. بعدها شرد علي عبد الله صالح لهذه المنطقة. هذا مستودع، وهذا قلنا معسكر جلال، وهذا معسكر منصور، وهذا معسكر محمد هادي ومعين. بس معين أنا لما أجيت زيارة لهذا المكان شرد معين من هذا المكان. هذا المعسكر هذا مستودع، وسبق وأن دخلت مع شخص مرافق شخصي، وكان في اجتماع في هذا المستودع. هذا المستودع يحرسه الصماد، صالح الصماد يحرسه الصماد، وابنه علي محمد الصماد يحرسون هذا المستودع. فلما شرد علي عبد الله لهذه المنطقة يبغى يصرف سلاح ويبغى يفرغ المستودع. كان في رفقته الأمن السياسي، طلب أفراد بتسليحهم، أرسلوا له الكتيبة الخاصة هذه اللي اشتبك معاها الظواهري والجماعة. جاء كلمني واحد قال لي تطلع مع القوات الخاصة هذه ترافقها يا أفندم يحيى. أنا أفندم هناك، وأفندم ما هو أفندم أي كلام. قال يا أفندم يحيى تطلع مع هذه الفرقة الخاصة، وعلي عبد الله قد طلع ترى مع علي محمد صالح، علي محمد الصماد، بس ما أدري فين طلع مع الأمن السياسي. والفرقة هذه طالعة القوات الخاصة يا أفندم يحيى بطلب من علي عبد الله صالح، وأنا قد رستقتلك يا أفندم يحيى أنك تكون تمسح في الطريق حتى وصول هذه الفرقة لمطلب علي عبد الله صالح. ما وصلوا المستودع نفسه اللي فيه علي عبد الله صالح، وصلوا للمنطقة هذه، وصلوا للمنطقة هذه. المنطقة هذه سبق وقعان مسكت قابلت فيها امرأة شاردة من هنا مع شخص، سبق وأن تحدثت عنها. فاتحركت القوات الخاصة بغرض التسليح بطلب من علي عبد الله صالح. هم الذي قتلوا، هذول الذي قتلوا. تحركت القوة الخاصة بطلب منه أنا أمسح من السجل، أمسح ما حد يتكلم معي ولا احتك بأحد. قلت لهم أنا عارف المنطقة والمستودع هذا، أنا سبق وأن دخلته وفي كان شيخ واحتك معي وطردني من المكان، لكن ما رفعت لا تقارير ولا تكلمت نهائيا حتى يومنا هذا. أول كلام شيخ تاجر سلاح، وكان في اجتماع وأنا مرافق شخصي مع شخص هنا، وطردنا وما طلعت. استمريت وحضرت الاجتماع وتفاصيل الاجتماع بالكامل، لكن ما أفصحت عنه حتى يومنا هذا اليوم.
فلما وصلت القوات الخاصة، أنا عندي خبر مسبق بأن علي عبد الله صالح طلع مع الأمن السياسي، وهذه القوات الخاصة بطلب منه طالعات يسلحها، ومن المحتمل يا القوات الخاصة تصفي الأمن السياسي يا الأمن السياسي يصفي القوات الخاصة. قال لي يا فندم يحيى خلك كل كبيرة وصغيرة تطلع تعرفها. فتوكلنا على الله ومشينا. ما حضروا المستودع هذا، وصلوا لهذه المنطقة وطلع علي عبد الله صالح لهذه المنطقة. طلع يبغى يصرف سلاح ويعطي أوامر بصرف السلاح، إلا الخبراء أخصامه غرماء أعداؤه قالوا اصرف، قال ما أصرف، قالوا تصرف، قال ما أصرف، قالوا تصرف، قال ما أصرف. الأمن السياسي موجود وأنا موجود، وحصل الاشتباك وانقتل علي عبد الله صالح في هذه المنطقة بسبب عدم صرفه سلاح، وهو الذي طلب هذه الفرقة من القوات الخاصة وتحركت ووصلوا ولم يصرف سلاح. جلسوا لين بعد المغرب تقريبا وما صرف سلاح. غرماء خصماء وقالوا له اصرف، انت معطي تعليمات ان احنا نتجه هنا واصرف سلاح. قال ما اصرف سلاح. قالوا تصرف سلاح. قال ما اصرف سلاح. علي محمد الصماد مرافق شخصي معه، مسكوه على طول، ما معه ولا سلاح ولا معه قوات ولا، مسكوه على طول وصفوه في هذه المنطقة وماشي. هذا اغتيال علي عبد الله صالح. وأتحدى أيمن الظواهري ينكر هذه الحادثة، لكن حتى لو أنكرها قد نكر ولد صلبه مع ترهبه في مصر، ومسجل لحد يومنا هذا باسم خاله على إنه ولد خاله أخو أمه. فإذا أيمن الظواهري ما في خير لولده ولد صلبه من لحمه ودمه مع ترهبه، ومسجل الآن في مصر حتى يومنا هذا بأنه سجل بأنه ابن خاله ما اعترفوا بدون عقد شرعي بدون شيء، ما اعترفوا. فكيف أيمن الظواهري يكون في خير للناس وهو ما في خير لابنه ابن لحمه ودمه ابن صلبه في مصر لحد الآن ما اعترفوا؟ ولو تحققوا معاه يعترف بأنه له ولد غير شرعي في مصر مضاف باسم خاله، إنه ابن خاله خال الطفل، لأن أيمن الظواهري ما اعترف به. وهانه الله، ما حد هانه الله وهان القاعدة معه، لأنه ما اعترف بولد لحمه ودمه ولد صلب. فإذا كان أيمن الظواهري ما في خير لابنه من لحمه ودمه، كيف سيكون في خير لليمن ولا غير اليمن؟ وهذه حادثة اغتيال علي عبد الله صالح.